مساء الخير عليكم ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. النهارده راجعه لكم عشان نتكلم مع بعض شويه على الهلمه اللي حصلت في كاس العالم لما الراجل الامريكي او اللي هو سيكيورتي تقريبا هو شجع مصر او هو عمل حاجه يعني، ومصر كلها اتقلبت علشان هو شجع مصر. ساعات بحس يعني في مصر ان احنا بنكبر المسائل زياده عن اللزوم. انتوا طبعا عارفين في كاس العالم النرويجيين كانوا بيعملوا ايه. طبعا كل الناس شافوا الماتشات وشافوا النرويجيين وشافوا كل حاجة، وكان في فريق بحاله تقريبا في الجيش في امريكا كان بيعمل زي ما النرويجيين بيعملوا في كاس العالم، ويقدفوا زي ما النرويجيين بيقدفوا. طبعا دي كانت حاجة مشهورة جدا في كاس العالم بالنسبة للنرويجيين، عشان طبعا انتوا عارفين هما ليه كانوا بيقدفوا. علشان قصة الفايكنج اللي كان في زمان. دي قصص مشهورة جدا عندهم في كل الاسكندنافيا، يعني مش بس في النرويج، فكانوا بيعملوا زيهم يعني. وطبعا النرويج ما استضافتش الفريق اللي هو بتاع الجيش الامريكي اللي عمل زيهم وقلدهم وجابوهم في كل البرامج وعملوا لهم حفلة ودفعوا لهم فلوس وجابوهم بطيارة من هناك لهنا علشان يستضيفوهم في البرنامج. طبعا مصر بتهول المسائل زيادة عن اللزوم، او بلاش نتكلم عن مصر طبعا حبيبتي، بس انا بتكلم عن الناس اللي عندهم برامج في مصر. انتوا بتكبروا المواضيع زيادة عن اللزوم. احنا ليه كده؟ ليه لما انتوا عندكم فلوس كتير قوي كده في البرامج ما بتصرفوهاش على الناس الغلابة؟ يعني ليه ما بتستضيفوش مثلا حد كافح فتح كشك ولا فتح اي حاجة وتساعدوه، يعني تساعدوه ان هو يجي في البرنامج ويتكلم عن نفسه ويتكلم عن نجاحاته. ما هي دي برضو نجاحات، مش بس لعيب الكورة اللي بياخد ملايين، او مش بس السكيورتي اللي هو عشان اجنبي فلازم احنا نضرب له تعظيم سلام ونجيبه في البرنامج ونعمل له هلمة ويروح الاهرامات والستات تحضن فيه. وزي ده في صور على الانترنت بلاوي بلاوي والله العظيم. فانا ساعات بحس ان احنا عايشين في عالم تاني، او احنا عايشين في عالم تالت. يعني كل العالم عالم واحنا في العالم التالت. وبعدين هنا في النرويج لما الفريق الكوره وصل، خلينا بقى نتكلم، انا بتكلم على البرامج، يعني البرامج اللي بتهول المسائل. لما فريق النرويج وصل عملوا زي ما مصر عملت، استقبلوهم، وناس كتير جدا كانوا مستنيينهم واستقبلوهم بفرح، واستقبلوهم بان هم فرحانين ومبسوطين ان هم وصلوا للمرحلة دي في كاس العالم، وهنوهم والملك استضافهم عنده وكل ده. بس اللي ما حصلش ان هم ما راحوش ولا لفوا على كل البرامج. ما لفوش على كل البرامج ليه؟ لان اول حاجة طبعا انا عارفه ان في ناس كتير ما بتعرفش النرويجي، والحاجات اللي هي المقاطع بتاعت الناس اللي بتتكلم مع لعيبه الكوره النرويجيين ما بتجيش عندنا كتير، بس بتيجي للناس اللي عايشين هنا، بتطلع لك على الانترنت. واحد راح اجازه مع اهله، وواحد رجع شغله اللي هو الفريق بتاعه اللي هو بيلعب فيه هنا اللي هو اللوكل. واحد ما عندوش شغل عشان العقد بتاعه كان خلص. واحد بس ما لفوش على كل البرامج في النرويج. يعني ما فيش ما فيش اي برنامج جابوه هنا في النرويج في التلفزيون وجابوهم واستضافوهم واتكلموا معاهم. هو كل اللي حصل ان هم وصلوا النرويج بالسلامه، الناس استضافتهم والملك استضافهم في القصر الملكي وسلم عليهم وهناهم وخلاص، والموضوع خلص على كده. مفيش اكتر من كده، يعني ما حصلش اكتر من كده. ولا جابوا بقى اهاليهم ولا جابوا عيالهم ولا جابوا مراتاتهم ولا جابوا الهلمه دي كلها. هما لعيبه الكوره ذات نفسهم لما كانوا بيستضافوهم في كاس العالم بعد كل ماتش كانوا طبعا كل واحد بيحط دعم كبير على مراته في البيت ان هي دعمته وقفت جنبه وعشان الضغط كاس العالم وعشان بس ما فيش ولا برنامج جابوهم ولا جابوا مراتاتهم ولا جابوا عيالهم، ولا احنا نعرف شكل مراتاتهم ولا عيالهم ايه. ممكن يكون في كاس العالم لما الكاميرا جابت مثلا
الكابتن اللي هو بيدربهم ان هو راح بس مراته فدي اللقطة اللي احنا شفنا فيها مراته بس، مش اكتر من كده على فكرة. فيا جماعة ركزوا على حاجة تانية خلاص. وبعدين كاس العالم كله دلوقتي عرف خلاص يعني ايه اللي حصل في كاس العالم، وركزوا بقى على حاجة تانية. هاتوا حاجة تانية في البرامج، هاتوا حاجة مهمة. انا عملت مليون الف فيديو على نفس الموضوع. احنا نفسنا في حاجات مهمة، نفسنا نسمع حاجات مهمة في البرامج، نفسنا نسمع. زمان في مصر كان في حاجات حلوة جدا، كان في برامج هادفة. وغير ان هي كانت هادفة، كان في برامج يعني كان في مثلا زمان في برنامج كان بيجي زمان في التلفزيون بالليل، في الويك اند، في يوم الجمعة بالليل تقريبا. انا مش فاكره اسمه، بس كان بيجيب موسيقى بتاعت زمان، وكان بيتكلم عن الفنانين، يعني حاجات كتير. رجعونا الايام زمان، بلاش الهري بتاع اليومين دول. احنا تعبنا. يعني احنا حتى لو عايشين بره ومصريين، احنا كمان يعني بنسمع وبنحب نتفرج على بعض الحاجات في مصر. فخلونا ودنا ترتقي وعقولنا ترتقي علشان خاطر الجيل اللي طالع. يعني احنا لما بنفتكر برامج زمان، ولما بنفتكر حاجات اللي كانت بتيجي في التلفزيون زمان، بنزعل ليه؟ عشان احنا وحشانا، عشان كانت حاجات حلوة، كانت حاجات كان العيلة كلها تقدر تقعد وتتفرج على البرنامج، وتتفرج على وتشوف وكل حاجة. دلوقتي ما فيش. كل البرامج، ان البرنامج بتاع الاستاذ الفلاني جايب لك واحده مغنيه ولا واحده مشهوره بتتخانق مع جوزها احنا مالنا ومال الحاجات دي. حتى كمان انا نفسي اتكلم على كل المذيعين اللي هم اللي طالعين، الشباب اللي بيروحوا يستضيفوا مثلا الممثلين، ويجي مثلا يسالها يقول لها انت ايه رايك في جواز فلان الفلاني من فلانه الفلانيه؟ هي مالها؟ ولما الممثلة ترد وتقول له أنا مالي، اسألني عن حاجة عليا أنا، يزعلوا ويقولوا إن هم رود. في ناس كتير رود، وفي ناس كتير قوي قلات الذوق من الممثلين. طبعا أنا مش هقدر أقول أسامي، بس أنا بشوف في ناس كتير كده، بس بشوف في ناس عندها حق. يعني بشوف ناس إن انت دلوقتي مقابلني انا فنانة وعندي فيلم مكسر الدنيا، وانت عايز تكلمني على انا هعمل ايه في المستقبل. يعني حتى حياتي الشخصية مش المفروض ان انت تسألني عليها. لو انت جاي في افتتاح فيلم، لازم تسألني على فيلمي، تسألني على اعمالي اللي جاية، تسألني على اعمالي اللي انا ما عملتهاش، تسألني على كام عرض ممكن جالي وانا رفضته. حاجات كتير جدا ممكن تتكلموا فيها. بس دايما دايما في البرامج العربية عندنا، كل البرامج، يعني سواء المذيع ده مشهور ويعني ذكي وشاطر في شغله وكل حاجة، لازم يسأل اللي قاعد ايه رأيك في الممثلة الفلانية، ايه رأيك في الممثل الفلاني، ايه رأيك في المغني الفلاني، ايه رأيك في حياتهم الشخصية. انت لما تستضيف حد لازم تركز على هو انت جايبه هو. احنا دلوقتي قاعدين نتفرج على برنامج معين، الشخص ده بيتكلم على نفسه مش على حد. والبرامج بقى اللي بتجنني، اللي يجي يقولك انت، يجيبوا لهم صور وقيم واختار. ليه يقيم ويختار؟ هما في نفس المجال ودول زمايل، يعني حتى لو مش صحاب دول زمايل. هنا مستحيل، هنا يعني هنا لما تلاقي برنامج، مستحيل يجيبوا برنامج ويجيبوا صورتين مثلا ممثلين مختلفين او مغنيين ويقول لهم اختار الممثل الفلاني مين افضل واحد كل واحد عنده واحد ممثل او مغني هو الافضل بالنسبه له. بس لما تكون في نفس المجال ما ينفعش ان انت تطلع على الكاميرا والمشاكل بقى. انت كان عندك مشكله مع المخرج الفلاني انتوا ليه المعدين بتوع البرامج عندنا في مصر ما بيعملوش اعداد تقيل، اعداد حلو؟ يعني انا ذات نفسي، انا مش في المجال ده، مش من حقي ان انا احكم عشان انا مش دارسه في المجال ده. بس بما اني انا واحده مش دارسه في المجال ده ولا اعرف اي حاجه، بشوف حاجات ما ينفعش ان هي تتعمل. يعني ما ينفعش ان هي تتعمل في البرامج خالص. ويسألوهم على باباهم اللي مات ومامتهم اللي ماتت، يحزنوا الناس اللي قاعدين. يعني انا داخله اتفرج على برنامج يفرحني، او مثلا الممثل بتاعي المفضل اللي انا عايزه اتفرج عليه، لما والدك مات بقى كنت عامل اي حد بيموت عنده بيزعل وبيتأثر. وفي ناس ما بتنساش،
يعني لما امك بتموت او ابوك بيموت انت ما بتنساهمش، فلما بيجوا سيرتهم او الشخص بيتأثر وبيزعل وبيحزن. يا جماعة احنا هوليوود الشرق الاوسط، ولا مش عارفة هما بيقولوا عليها ايه، يعني اي حد بيجي عندنا، يعني احنا صورة للعالم كله العربي، فاحنا لازم نرتقي في البرامج وفي كل حاجة. اعملوا برنامج وهاتوا فلان الفلاني وهاتوا فلان الفلاني، بس مش لازم الهلمة دي كلها. ده كان الحوار بتاعي النهاردة، واستنوني بحوار جديد من النرويج إلى مصر.